السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال واحسن صحة. ورجعت لكم فيديو جديد ومفيد كالعادة. الفيديو بتاعنا النهاردة هيتكلم على المية، والموضوع ده مهم جدا 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 وبيجي اسئلة كتير فيه. ودايما يقولوا هل السلاحف تشرب مية ولا لا، لان طبعا اول معلومة بناخدها من التاجر ان السلاحف بتعيش في الصحراء وما بيبقاش فيها مية، وممنوع السلحفة تشرب مية، ولو السلحفة شربت مية السلاحف هتموت. للأسف الشديد المعلومة دي منتشرة جدا جدا عند معظم التجار. فطب ايه صحة المعلومة دي يا طنط نانا؟ ده اللي هنتكلم فيه في الفيديو بتاعنا النهاردة. بس بطلب من حضراتكم ان حضراتكم تكملوا الفيديو من البداية للنهاية، وكمان ما تنسوش اللايك الحلو اللي بيشجعني والكومنت الحلو في التعليقات. اوكي، هنقول اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه وسلم. زي ما حضراتكم شايفين كده أنا عندي سلحفتين، السلحفة الصغيرة ذكر والسلحفة الكبيرة أنثى، زقزوق وزقزوق صغننين. بس أنا مسمية الصغيرة بسبوسة والكبيرة مها. تمام. فطبعا دول كانوا فأس عندي من السنة اللي فاتت. ده طبعا اللي متابع قناتي من زمان أكيد عارف، بس أنا بتكلم للي أول مرة يشوف قناتي. أوكي. طبعا أنا عندي سلحفتين. مها دي طالعة قبل بسبوسة بحوالي 10 أيام من البيضة، فأسة في البيضة ب10 أيام بس. فرق الحجم عشان دي أنثى وده ذكر، فرق الحجم دايما بيبقى في الأنثى أكبر من الذكر. أوكي. أما 10 أيام مش هيعملوا الفرق ده كله. تمام. طيب نرجع لموضوعنا. انا عندي بسبوسه من ساعه ما طلعت من البيضه بتحب تشرب ميه كتير جدا. طب ما بتشرب يا طنط نانا؟ اه بتشرب، بس مش نفس الكميه اللي البسبوسه بتشربها. طيب انا ليه دايما لما بروح اشتري سلاحف، وانا عن نفسي يمكن قلت الكلام ده في فيديو قبل كده، حصلت لي المشكله دي وكنت سمعت كلام التاجر وافتكرت فعلا ان السلاحف ما بتشربش ميه. اول معلومه التاجر بيقولها ان السلاحف ما بتشربش ميه، ولو السلحفة شربت مية هتموت. للأسف الشديد المعلومة دي غلط جدا. يعني مفيش أي كائن حي ما بيشربش مية، وجعلنا من الماء كل شيء حي. ده كلام ربنا سبحانه وتعالى مش كلامنا احنا. فكل السلاحف المفروض بتشرب مية، بس طبعا السلحفة أدرى باحتياجات جسمها. يعني السلحفة لو حاسة ان عندها جفاف داخلي او محتاجة تشرب مية هتشرب، لو حاسه ان هي جعانه هتاكل، لو حاسه ان هي محتاجه شمس بتقعد في الشمس. السلاحف ذكيه جدا 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 وعارفه هي محتاجه ايه كويس جدا. لو حاسه ان هي عايزه تمشي هتمشي. فاحنا كل اللي علينا ان احنا ادام خدنا سلاحف وقررنا ان احنا نربيها، فاصبحت مسؤولية مننا، ودي طبعا روح وهنتحاسب عليها. فلازم نكون قد المسؤولية. طب نعمل ايه يا طنط نانا؟ طبعا اولا كده كل السلاحف تشرب مية، سواء بقى فأس، سواء يوناني، سواء مصري، سواء سلكاتة. كل السلاحف بتشرب مية، بس كل سلحفة على حسب احتياجات جسمها. لو السلحفة محتاجة زي شايفين بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، بسبوسة من ساعة ما حطيتها في حمام المية وهي مش مبطلة تشرب. هي جسمها محتاج مية أكتر من الأكل. في سلاحف تشرب مية كتير جدا وأكلها قليل، وفي سلاحف بتاكل وما بتشربش، سبحان الله. انا لاحظت عندي زقزوق برضو بيشرب كتير. لاحظت ان الذكور بتشرب مية اكتر من الاناث. مش عارفة بصراحة، دي عن تجربتي انا الشخصية بس كمعلومة. انا مش عارفة بصراحة، انا بتكلم عن تجربتي انا الشخصية سواء في الفأس او في الكبار. لما كنت بحط مية على الاكل الزقزوق كنت بلاقيه هو اللي بيشرب اكتر من زقزوقة. ونفس الحكاية في الفأس اللي برضو السلحف الذكر اللي هو انا مسميها بسبوسة، عشان انا مسميها على اسم مدام بوسينة، هي متابعاني من متابعين القناة. ومسمية السلحفة التانية على اسم مدام مها، لان دول من اكتر، انا طبعا كلكم غاليين عندي، بس دول من اكتر الناس اللي متابعيني جدا على القناة، وهم اللي طلبوا مني ان انا اسمي السلاحف على اسمائهم. اوكي. فهي ذكر، انا عارفه انها ذكر، بس انا كنت بقول ايه بسبوسه. ان شاء الله ايه اما يكبر كده نسميه، يعني هنسميه اسم تاني ان شاء الله يعني. فالمهم اللي عايزه اقوله لكم ان المعلومه التجار بيقولوها لحضراتكم ان السلاحف ما بتشربش ميه، المعلومه دي خطر جدا. الميه مهمه جدا جدا للسلاحف، عشان طبعا بتحميهم من الجفاف، بتحميهم كمان من الامساك، بترطب جسمهم.
ليها فوايد كتير جدا جدا جدا، كمان بتمنع عنهم الحصاوي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه وسلم. ليها فوائد كتير جدا، وخصوصا لو السلحفة كمان عندها إمساك أو عندها خمول، سواء بقى سلاحف كبيرة أو سلاحف صغيرة، بنحطهم في حمام مية. طيب أنا لو لسه محميهم، هل أحميهم على طول يا طنط نانا؟ لا طبعا، أنا مفضلش الحموم باستمرار عشان موضوع البرد مش أكتر. أنا بفضل الحموم لو السلحفة لا قدر الله عندها احتباس للبيض، بفضل حمام المية. لو السلحفة عندها جفاف بفضل حمام المية. لو السلحفة عندها إمساك بفضل حمام المية في بعض الحالات. طيب لو السلحفة جالها برد لا قدر الله، بمنع حمام المية وبمنع أي تيار هواء، بعرضها للشمس مش أكتر. أوكي. شايفين بسبوسة ما كلتش لأنها شربت مية كتير جدا، أما مها بتاكل عشان هي ما شربتش مية فمعدتها لسه فاضية، فده برضو عادي وطبيعي يعني. احنا ما نقلقش خالص زي ما قلت لحضراتكم، وهرجع أقول تاني: السلاحف أدرى باحتياجات جسمها، احنا كل اللي بنعمله بنوفر لهم المتطلبات بتاعتهم، وهم ليهم حرية الاختيار. يعني ايه المتطلبات يا طنط نانا؟ يعني بوفر لهم ميه، ما بحط لهم الاكل بحط عليه ميه عشان اجبر السلحفاه تاكل وتشرب مع بعض. طب في سلاحف بتشرب وفي سلاحف بتاكل وفي سلاحف بتعمل الاتنين مع بعض، هم حرين. انا اهم حاجه اكون عملت اللي عليا. كمان بوفر لهم شمس، بوفر لهم الاكل اللي بيحبوه، وبحاول على قد ما اقدر انوع لهم في الاكل عشان ياخدوا اكبر فيتامينات ممكن توصل لجسمهم. اوكي. الحاجات دي مهمة جدا. طبعا السلاحف الفأس ما بتبقاش محتاجة تدخل بيات شتوي نهائي لان جسمها ضعيف، فلازم نوفر لها مصدر للتدفئة سواء شمس او لمبة سيراميك للتدفئة، عشان السلاحف الفأس ما ينفعش خالص تدخل في بيات شتوي نهائي. اوكي. عفوا. تاني حاجة طبعا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه وسلم. الشمس، وجود الشمس مهم جدا، بيدي نشاط للسلاحف وبيفتح شهيتهم للأكل، كمان بيديهم صحة كويسة، بيقوي الجسم بتاعهم، لأن طبعا جسم السلحفة كله عبارة عن عظم، جسمها كله عبارة عن صدفة. وطبعا الشمس فيها فيتامين د، وفيتامين د بيقوي العظام سواء الأظافر أو الصدفة عند السلاحف. فالشمس روح السلحفة، أهم حاجة في حياة السلحفة، أو بمعنى أصح عشان نربي تربية سليمة لازم يكون متواجد عندنا شمس. طيب يا طنط نانا نحطهم في الشمس قد إيه؟ هرجع وأقول تاني: السلحفة أضرب باحتياجات جسمها. هنلاقي في الصيف السلاحف بتجري من الشمس، هنلاقي في الشتاء السلاحف بتدور على الشمس. طب أحطها قد إيه؟ لا انا مش هقدر احدد وقت يا جماعه. احنا بنسيب جزء ظل زي ما انا حاطه كده، شايفين انا حطاهم على الترابيزه، في جزء ظل وجزء شمس، هما ليهم حريه الاختيار. لو حسوا ان الصدفه بتاعتهم سخنت اوتوماتيك هيروحوا على الجزء الظل، لو حسوا ان الصدفه بتاعتهم ساقعه هيفضلوا قاعدين في الشمس. بس اهم حاجه نختار التوقيت المناسب في الشمس، اللي هو قبل الساعة 7 الصبح وبعد العصر، تكون أشعة الشمس يعني كويسة. أوكي. طبعا السلاحف الفأس بتبقى محتاجة معاملة خاصة جدا جدا غير السلاحف الكبيرة، لأن مناعتها قليلة، لسه هي بتبقى صغيرة لسه بتكون جسمها، فبتبقى محتاجة مجهود أكتر، اهتمام أكتر، مراعاة أكتر. اوكي. يا رب الفيديو ينال اعجاب حضراتكم. اذا عشت وكان لي عمر انتظروني في فيديوهات اكتر واكتر. بحبكم في الله. السلام عليكم.